لو ما شفتش الموسم الاول من حكايه سولو ليفلينج فروح شوف الاول عشان تفهم كل الاحداث اللي هتحصل في الفيديو دهوت. بس قبل ما نبدا حكايتنا عاوزك تصلي على رسول الله. في الموسم الاول عرفنا ان سونج مغامر من الدرجه اي، والكل كان بيتنمر عليه بسبب الضعف بتاعه، لدرجه انهم كان بيخلوه لما يخش معاهم المغامره يشيل لهم الشنط بس في احدى المغارات اللي سونج دخلها معظم الناس اللي معاه ماتوا، وسونج حرفيا كان بيواجه الموت وخلاص كان هيموت لوحده. بس اذ فجاه بيتفاجئ ان في حاجه اسمها النظام بتتواصل معاه وبتخيره خيار ان يبقى لاعب وقال له هيموت، وساعتها سونج بيوافق. ومن هنا يا اصدقائي بتبدا حكايته. كل ما يخش مغارات ويقتل وحوش بيبقى اقوى من ذي قبل، وقوته بدات تتضاعف لدرجه ان بقى اقوى مغامر من الناس الموجوده على كوكب الارض. وفي نفس الوقت في احدى المغارات اللي دخلها اضطر ان يقتل قائد الفرقه اللي معاه واللي اسمه دونسك، وساعتها اخوه لما عرف حاجه زي كده اقسم بالله هينتقم من الناس اللي قتلت اخوه. وعرفنا برضه ان سونج دخل مكان في عالم المغارات اسمه جزيره الشيطان، وقتل فيه وحش قوي جدا، وفي نفس الوقت هو حلمه انه يفوز في جزيره الشيطان دهيت على كل الوحوش اللي فيها بحيث يحصل على اكسير الحياه ويقدر يعالج مامته من المرض اللي عندها، بس قوته حاليا لا تكفي. وفي نفس الوقت وفي اخر الموسم الاول تقريبا بيكتسب حاجه اسمها الوظيفه، ووظيفته كانت مستحضر ارواح، يعني يقدر يستحضر روح اي حد هو بيقتله ويخليه ينضم للجيش بتاعه، وبقى بيلقب بملك الظل. وفعلا قدر يستدعي الروح بتاعت اغريس اقوى مقاتل هو حاربه لغايه دلوقتي، وخلاه هو والجيش بتاعه تحت امرته. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وايه المغارات الجديده اللي سونج ممكن يخش فيها، وايه المغامرات الجديده اللي بتنتظره؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد كده سونج بيروح البيت وبيكون نايم وبيرتاح هناك، بس ساعتها اخته بتتصل بيه وقالت له انت بتعمل ايه؟ مش انت عارف ان انت المفروض تيجي المدرسه بتاعتي عشان عندك موعد مع المدرس بتاعي؟ وساعتها سونج بيتذكر كده فعلا وبيروح المدرسه على طول. وساعتها اخته بتكون مذهله من الجسم بتاعه اللي بقى قوي طول جدا وبقى اقوى من ذي قبل اضعاف مضاعفه، مش مصدقه ان ده اخوها. وفي نفس الوقت البنات في المدرسه كان هيموت عليه بسبب طبعا العضلات بتاعته الحلوه والقوه بتاعته. اخته بتقول له بالحلاوه دهيت انت محتاج يبقى عندك جير فريند بقى، بس هو كان بيقول لها بطلي شقاوه. وفعلا بيروح يتكلم مع المدرسه بتاعتها اللي استدعته، واللي كانت بتقول له ان اختك شاطره جدا في المدرسه والدرجات بتاعتها ممتازه، فعشان كده مش عاوزاك تضغط عليها ولا تحطها تحت اي ضغوط. قال لها مفهوم ايها المعلمه لا تقلقي. قالت له بس انا عاوز اسالك سؤال، لو اختك حصل لها استفاقه هتسيبها تبقى مغامره او صياده؟ قال لها لا طبعا. ليه بتسالي السؤال ده؟ قالت له في طالبه تانية شغاله صياده وهي ضعيفه جدا وما بتروحش المدرسه، انا عاوزاك تاخد بالك منها وده لانها ممكن تعرض حياتها للخطر. وفعلا سونج بيستنى الطالبه دهيت، وبنتفاجئ كلنا ان دي واحده من الصيادين اللي دخلوا مع المغارات واللي تبع نقابه النمر الابيض، واللي كان سونج بيجيبهم عشان يبقوا مجرد شكل ويكملوا العدد وهو وجيني وخلصوا على المغاره. بس الطالبه دهيت بتقول له ما تحاولش تتكلم معايا، انا مستحيل ارجع المدرسه، انا عاوز ابقى صياده. قال لها انت مستواكي من مستوى ايه وضعيفه جدا. قالت له يا سلام يا اخويا، طب ما انت كمان مستواك ايه، اشمعنى انت بقى؟ قال لها على العموم انا مش جاي هنا عشان اقول لك ما تبقيش صياده، بالعكس انا هساعدك، بس هتفضل تحت حمايتي وتحت اشرافي بحيث ما تعرضيش حياتك للخطر. وفي ذلك الوقت اخو دونسك جيب الطائره بتاعته للمدينه اللي فيها سونج عشان ينتقم منه هو وجينو بسبب قتلهم لاخوه طبعا. وساعتها مدير منظمه الصيادين كان في انتظاره، وبنعرف ان اسم اخو دونسك فان دونسو. فان دونسو قال مدير منظمه الصيادين بيستناني بنفسه، اكيد في حاجه كبيره. وكان واضح ان مدير منظمه الصيادين يا اصدقائي كان متضايق جدا من وجود فان دونسو، وقال له انت هتقعد قد ايه في المدينه؟ قال له ما تقلقش هخلص شغل هنا وامشي على طول. قال له هو انت جاي عشان تقتل مشتبه بيهم في قتل اخوك؟ قال له بالظبط كده، في الاول انا اخلص على اللي من مستوى ايه وبعد كده هروح للشخص اللي من مستوى دي، اوعى تقول لي اللي انت غبي كفايه عشان تفكر انك توقفني. وكان واضح عليه يا اصدقائي ان قوته مرعبه جدا، بس مدير منظمه الصيادين قال له انا هعمل الشغل بتاعه بس. وساعتها كل واحد فيهم بيسيب التاني. وفي نفس الوقت دهوت فاكرين المجموعه اللي قاد الصيادين كلهم بعتهم عشان يستكشفوا جزيره شيغو؟ لو تتذكروا كانت الكاميرا بتاعت الطائره شافت كان غريب كان طاير، فاحد المغامرين دهوت رجع وبدا يتكلم مع قائد الصيادين كلهم وبيقول له ان احنا قدرنا نمسك احد الوحوش الطائره اللي احنا شفناها اثناء ما كنا رايحين الجزيره، واكتشفنا انهم بيقدروا يطيروا المسافات قصيره، بس الموضوع دهوت ممكن يبقى خطر على البشر كلهم. وده اللي خلى قائد منظمه الصيادين كلهم يقول له انا لازم اعين فريق بحث عشان يبحث في الموضوع دهوت. وفي نفس الوقت دهوت المدير التنفيذي بتاع النمر الابيض اتصل بسونج وقال له انا عاوزك تخش مغاره مع مجموعه من الصيادين بتوعي. بس سونج بيفاجئ ان جاب معاه البنت اللي المفروض يحميها واللي بنعرف اللي اسمها هانسون جواني. وساعتها المدير التنفيذي بتاع النمر الابيض قال له خلي بالك المغاره اللي انت هتخشها ديت من المستوى سي، فاعمل حسابك انك لازم تحمي البنت اللي معاك دهيت. بس ساعتها بنسمع صوت واحد بيتكلم وبيقول انت هتفضلوا تضيعوا وقتي ولا ايه؟ سونج قال مين اللي بيتكلم ده؟ رئيس النمر الابيض قال له ده واحد من المستوى ايه اسمه كيم شول، واللي كان واضح انه قوي جدا فعلا يا اصدقائي. مدير التنفيذي النمر الابيض قال له معلش يا كيم شونج احنا هندخل معاك اتنين من الصيادين واللي هو سونج وهانسون جواني. بس كان واضح ان كيم شو متعجرف جدا يا اصدقائي، وقال له انت تجيبوا لي ناس
ناس من المستوى اي عشان تعطلني، وكان متضايق جدا. بس المدير التنفيذي للنمر الابيض قال له ما تقلقش، انت هيبقى معاك ناس من المستوى بي ومن المستوى سي ومن المستوى اي، يعني هيبقى معاك فريق متكامل عشان تخشوا المغاره دهيت. وفعلا يا اصدقائي كلهم بيستعدوا عشان يخشوا المغاره، وبيخشوا المغاره اللي من المستوى سي. بس اول لما كلهم دخلوا من بوابه المغاره يا اصدقائي، سونج حس ان في حاجه غريبه، كان في حاجه غلط، ما هياش مغاره من المستوى سي. وإذ فجاه بيبص وراه بيلاقي البوابه بتاعه المغاره بتتحول للون الاحمر. انتوا عارفين معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان دي مغاره مخادعه ممكن توصل انها تبقى من المستوى اس. سونج طلع يجري بسرعه وطلع راسه بره البوابه بتاعه المغاره، وقال للمدير التنفيذي بتاع النمر الابيض ان يتصل بمنظمه الصيادين ويحكي لهم على اللي حصل، لان الوضع خطر جدا. وفعلا بيعمل كده، وساعتها رئيس النمر الابيض ذات نفسه بيعرف من المدير التنفيذي كل حاجه، وبيتخض لما يعرف حاجه زي كده، وبيقرر يروح لموقع الحادث على طول. وفي نفس الوقت دهوت سونج والصيادين اللي معاه بيلاقي نفسهم في مكان ثلجي غريب جدا، وساعتها الكل بخلاف سونج كان عمال يتساءل هو احنا فين وايه اللي حصل بالظبط. بس ساعتها كيم شول اللي من المستوى ايه قال لهم المغاره دهيت بوابتها حمراء. وساعتها هانسون سالت سونج وقالت له يعني ايه مغاره ذو بوابه حمراء؟ قال لها يعني بتعزلنا تماما عن العالم الخارجي، لا نعرف نخرج منها ولا اللي في العالم الخارجي يقدروا يدخلوا لنا الا لما نخلص على الوحش بتاع المغاره دهيت، وممكن توصل درجه صعوبتها لمستوى اس. بس اذ فجاه ان هم بيتكلموا بينطلق باتجاههم اسهم جليديه، واحده كانت رايحه باتجاه هانسون والثانيه كانت رايحه باتجاه واحد تاني. الثاني اتقتل في لمح البصر، بس هانسون تم انقاذها من قبل سونج، مسك الاسهم بايديه بكل احترافيه. وكان في واحده من الصيادين منبهره ان سونج قدر يعمل حاجه زي كده. وفي نفس الوقت دوت كلهم بيبصوا بيشوفوا مين اللي عمل الاسهم ديت، اتلاقوهم الف الجليد، مخلوقات قويه جدا وصعب التغلب عليها، وكانوا واقفين بعيد جدا بحيث محدش يلاحظهم، وكانوا بيستهدفوا الناس الاضعف في المجموعه. سونج قال لنفسه لو انا كنت هنا من شهرين فاتوا كان زمانهم قتلوني بكل سهوله. وساعتها كيم شول بدا يتكلم وعامل نفسه القائد وقال لهم اسمعوني كلكم، زي ما انتم عارفين المغاره دهيت بوابتها حمراء، يعني معنى كده ان الوحوش اللي هنا هتبقى من المستوى بي، وبما ان انا اعلى رانك فيكم فانتم المفروض تطيعوني وانا اللي ابقى القائد بتاعكم، وانا شايف ان احنا عددنا كبير جدا وانا مش هقدر ادافع عنكم كلكم، فعشان كده لازم ننقسم لمجموعتين، واضمن لكم ان المجموعه اللي هتيجي معايا هي اللي هتعيش، لان انا قوي جدا ومحدش يقدر يتغلب عليا. معظم الناس قالوا احنا هننضم في المجموعه بتاعتك خلاص، بس الناس الضعفاء اللي من المستوى اي لما جم يقولوا له احنا عاوزين ننضم معاك كان بيبعدهم عنه، بيقول لهم انا مش عاوز ناس ضعفاء معايا، وبدا يختار الناس اللي من المستوى بي والمستوى سي، وساب الدي والاي وما اختارهمش، وقال لهم انا مش عاوز اي حد ضعيف يعيقني، احنا ممكن نقعد في المغاره ديت لشهرين ومش عارفين نخرج منها، فعشان كده انا عاوز الاقوياء بس. وده اللي خلى الكل يتضايق من طريقه كلامه. بس كان في واحده ذكيه جدا من المستوى بي قالت له انا بعتذر، انا عاوز اروح مع الناس اللي من المستوى اي وتحديدا سونج. قال لها براحتك، بس يا اصدقائي بنعرف هي ليه عملت حاجه زي كده. البنت ديت ذكيه جدا، لاحظت ان سونج قدر يشوف السهام الجليديه بتاعه الف الجليد ولاحظها من مسافه بعيده جدا، اذا كان كيم شول اللي من المستوى ايه ما قدرش يلاحظها، يعني معنى كده ان سونج دوت بيخفي القوه بتاعته. وساعتها كيم شول قال لهم احنا هنمشي من الاتجاه دهوت. سونج رد عليه وقال له واحنا هنمشي من الاتجاه اللي فيه الغابات. كيم شول قال لهم اتمنى لكم التوفيق، اياكم تموتوا، وقام ماشي وسايبهم. بس هو ماشي بيقول لنفسه هو انا اللي كنت بتكلم مع سونج كانه هو قائد المجموعه وما هوش عارف هو عمل كده ليه. المهم مجموعه كيم شول وهي ماشيه في الاتجاه اللي اختارته اتلاقوا اثار دببه على الاشجار اللي موجوده في المكان، وده اللي خلاهم ياخدوا الحذر بتاعهم، وقاموا قايلين اكيد المجموعه الثانيه اللي من المستوى ايه زمانهم هيموتوا دلوقتي، ربنا يرحمهم بقى، ده هو حظهم الوحش. بس هما بيتكلموا يا اصدقائي الدببه اللي موجوده في المكان فعلا بتطلع عليهم، وكيم شول والبقيه استعدوا للاشتباك. كيم شول كان باين عليه قوي جدا لما الدب جاي يهاجمه بالدرع بتاعه بيصد ضربته لدرجه ان ايدين الدب اتكسرت، وباستخدام الفأس بتاعه بيقسمه نصين. ممتاز يا كيم شول، انت فعلا قوي جدا، بس خلي بالك اعداد الدببه كتيره جدا، يا ترى تقدر تقتلهم وتحافظ على حياه مجموعتك؟ وفي نفس الوقت دهوت المجموعه الثانيه بتاعت سونج البنت اللي فيهم اللي من المستوى بي قالت لهم خلي بالكم في اثار دببه على الاشجار، احنا لازم نرجع ونروح الطريق الثاني بتاع المجموعه الثانيه، احنا اخترنا الطريق الغلط. سونج قال لها لا يا ماما انا اخترت الطريق دهوت عن قصد، انا عندي الدببه ارحم من الف الجليد اللي ممكن يهاجمنا وهو مستخبي وما نشوفهمش، ده غير كمان انه ذكي جدا. وساعتها البنت تهيت بتدرك ان سونج ذكي فعلا وان الكلام بتاعه صح، وقامت قايله انا ازاي ما فكرتش في حاجه زي كده، انت فعلا ذكي يا سونج. سونج قال لهم الدنيا ساعه جدا، استنوا هجيب لكم لبس يدفيكم. وساعتها سونج بيفتح البرنامج بتاع النظام وبيطلع لبس شتوي وبيلبسهم كلهم، والكل ساعتها تستغرب ازاي سونج معاه الكميه الهائله ديت من الملابس ومخبيه فين بالظبط. المهم بيلبسوا كلهم وبيتدفوا وبيبقوا مبسوطين جدا ومش حاسين باي ساعه. هانسون قالت لسونج هو انت مين بالظبط يا عم الحاج انت، اذا كان الناس المستويات العاليه ما يقدروش يشيلوا اكتر من حاجه في نفس الوقت معاهم. سونج حط ايده على دماغها وقال لها انا اللي جبتك للمغاره دهيت وعشان كده انت مسؤوله مني ومفروض احميكي، بس في المقابل ما تسالنيش اي اسئله. هانسون شعرت بالاحراج جدا وده طبعا بسبب التعامل اللطيف من قبل سونج. وسونج قال للبقيه انا برضو بقول لكم مش عاوز اي حد فيكم يسالني اي اسئله، بس هما
بيتكلموا بيطلع عليهم دب عملاق جدا. الكل ساعتها خاف، بس سونج قال لهم ما تقلقوش انا هتولى امره. وفي نفس الوقت دهوت الناس في العالم الخارجي ما كانتش عارفه تفتح البوابه الحمراء بتاعه المغاره. وساعتها قائد النمر الابيض قام قايل احتمال كبير جدا الكل يموت، والناس اللي من رانك A ورانك B هم اللي يرجعوا احياء. شكلنا كده هنعتمد على هانتر كيم شول عشان يحافظ على حياتهم. بس المدير التنفيذي للنمر الابيض قال له في واحد تاني موجود معاهم قوي جدا اسمه سونج، انا اللي جبته وخليته يخش معاهم المغاره دهيت، ممكن ينجو من اللي هيحصل. بس لما الرئيس ساله الرانك بتاعه ايه قال له ايه، وده اللي خلاه يبقى محبط جدا. بس المدير التنفيذي قال له انا شاكك ان حصل له استفاقه. بس في نفس الوقت دوت هم بيتكلموا فان دونسو اخ دونسك بيجي، وقام قايل هي منظمه النمر الابيض بتعمل ايه هنا، دي مغاره من المستوى ايه يعني اقوى منكم بكتير. رئيس النمر الابيض قال له فان دونسو انت بتعمل ايه هنا؟ فان دونسو قال له بقالي كتير ما شفتكش يا فليك يونهو، هو ده اسم رئيس النمر الابيض يا اصدقائي. فليك يونهو قال له انت كنت في امريكا ايه اللي جابك؟ بس في نفس الوقت دهوت مدير منظمه الصيادين بيكون معاه في العربيه وبيجي هو كمان. المهم فان دونسو كمل كلامه قائلا لفليك يونهو الصياد اللي اسمه سونج بيعمل ايه في الشركه بتاعتك واللي مدخله مغاره بوابتها حمراء. يا خساره انا كنت جاي عشان اقتله، بس هو موجود دلوقتي بداخل مغاره بوابتها حمراء مش هعرف اوصل له. مدير منظمه الصيادين قال انت محظوظ قوي يا سونج، حتى فان دونسو مش هيقدر يقتحم مغاره بوابتها حمراء ومش هيعرف يخلص عليك. بس يا ترى انت محظوظ كفايه عشان تخرج من المغاره دهيت حي؟ ايوه محظوظ كفايه، ضربه واحده منه بس قتل اخر دب موجود في الدببه اللي كانوا موجودين في المكان كله. الكل كان مصدوم بالقوه بتاعت سونج، ازاي بيعمل كده وهو صياد من مستوى ايه؟ وطبعا الليفل بتاعه بيزيد. وبعد كده كلهم ارتاحوا وبداوا ياكلوا لحم الدببه اللي سونج قتلهم. بس سونج سابهم وراح يخلص على بقيت الدببه اللي موجودين في المنطقه كلهم وسابهم هم ياكلوا براحتهم. وفعلا يا اصدقائي سونج بيروح للكهف بتاع الدببه كلهم وبيطلع له عدد مهول من الدببه يستدعي الجيش بتاعه. اخرج من مكانك يا جيش الظلام. اعداد كبيره جدا من جيش الظلام بتطلع يا اصدقائي. سونج بيستعد للمعركه ملحميه وفي نفس الوقت بيستدعي اغريس قائد الجيش بتاعه. يا الله يا ترى ايه المجزره اللي هتحصل دلوقتي؟ اول مهمه ليكم يا جيش الظلام انكم تخلصوا على الدببه دهيت. الدببه بتنطلق باقصى سرعتها باتجاه الجيش بتاع سونج. الجيش بتاع سونج بدا يشتبك معاه فعلا وبدا يقطع فيها. المعركه كانت ملحميه جدا يا اصدقائي، ناس بتموت من الجيش بتاع سونج وفي نفس الوقت اعداد كبيره من الدببه بتموت. يا الله معركه تقشعر لها الابدان لدرجه ان الصحراء اللي سونج استدعاهم بيتدخلوا في المعركه هم كمان، وده باستخدام الهجمات الناريه بتاعتهم. بس طبعا اغريس كان واقف جنب سونج ومش بيتدخل في القتال لان الموضوع ما كانش مستدعي. بس ساعتها القائد بتاع الدببه ذات نفسه بيجي وبيكون غضبان جدا. سونج بيعرف انه القائد على طول وبيتحمس لمواجهته. ضربه واحده من القائد بتاع الدببه بتقتل اي واحد من جيش الظلام، والنيران بتاعت الصحراء مش بتاثر فيه. الكل بيتجمع عليه، صرخه واحده منه بس بتمحيهم من الوجود. وفي نفس الوقت طاقه القتال بتاعت سونج نفذت وما عادش يقدر يستدعي الجيش بتاعه في الوقت الحالي. اغريس خلص عليه. اغريس بينطلق باتجاه قائد الدببه وما هوش خايف خالص، بس قائد الدببه كان غضبان على الاخر وبدا يهاجم اغريس. بس اغريس بكل احترافيه بيطلع لفوق بسرعه البرق وبيقدر يجرح الدب في كتفه. يا الله ما هذه القوه يا اغريس. بس المعركه لسه ما خلصتش، المعركه لسه ملحميه. بس ساعتها اغريس بينزل بسرعه البرق وبيطعن الدب في ظهره، ومش كده وبس ده مشى السيف على جسمه كله وبعد كده قام نازل وقطع رجله. واو هي دي كانت كلمات سونج بالظبط. الدب كان قاعد على الارض لا حول له ولا قوه، كل حته في جسمه مقطوعه، الروح بتاعته كانت بتطلع خلاص. بس مش راضي يستسلم برضه وقام شاحن طاقه كهربائيه واستعد للهجوم مع انه هيموت. بس ساعتها ضربه واحده بس من اغريس طيرت راسه لفوق. يا لقسوتك يا اغريس، انت شرحت كل حته في جسمه حرفيا. لو كان اغريس استخدم السيف بتاعه في القتال بتاعنا الاخير كان زماني مت اكيد. هي دي كانت ردة فعل سونج يا اصدقائي. وساعتها اغريس بيركع على سونج بيحط ايد عليه وبيقول له احسنت عملا يا بطل. اما بقى بالنسبه للمجموعه بتاعت كيم شول فحرفيا كلهم اتقتلوا، ما عادش فاضل غير كيم شول بس. امال هو فين ده اللي هتحافظ عليهم يا عم كيم شول؟ مش كنت بتقول اللي هيجي معاك هيعيش؟ بنعرف اللي عمل كده هو الف الجليد يا اصدقائي. شكلهم فعلا اقوياء جدا ولا يستهان بهم ابدا، لدرجه ان خلوا واحد من المستوى ايه يعيط وطلع يجري زي الفرخه البيضاء باتجاه المجموعه الثانيه. بس ساعتها قائد الف الجليد والجيش بتاعه قرروا يلاحقوه ويروحوا معاه للمجموعه الثانيه عشان يخلصوا عليهم. اما بالنسبه لسونج فبيقوم قايل قيام وبيستدعي كل الارواح بتاعت الدببه اللي قتلها عشان تقاتل معاه في المعركه القادمه، وطبعا من ضمنهم قائد الدببه. وفي نفس الوقت دهوت الناس اللي كانوا في العالم الخارجي بيقول انه فات 3 ساعات من ساعه ما هم دخلوا المغاره، يعني معنى كده انها 3 ايام في العالم اللي جوه. وساعتها فان دونس قال يا لخيبه الامل، اكيد الواد اللي اسمه سونج دوت زمانه مات. وساعتها قرر انه يمشي. بس ساعتها بيسال المدير التنفيذي بتاع شركه النمر الابيض وقام قايل له انت ليه جايب سونج في شركه النمر الابيض وهو مش مسجل في الشركه دهيت؟ المدير التنفيذي كذب عليه وقام قايل له هو عاوز يوصل للرتبه سي فعشان كده خليته يخش معاهم. وساعتها المدير التنفيذي فكر ان فان دونسو اقتنع بكلامه، بس اذ فجاه بيلاقيه بيمسكه من رقبته وبيقول له انت فاكرني غبي ولا ايه؟ قول لي يلا انت بتخطط ليه بالظبط؟ بس ساعتها
فليك يونهو رئيس النمر الابيض قام ماسك ايدين فان دونسو وقام قايل له سيبي الراجل دوت في حاله وقال لي حياتك هتبقى في خطر يا فان دونسو. فان دونسو قال له انت بتتحداني ولا ايه؟ وهما الاثنين استعدوا عشان يشتبكوا مع بعض يا اصدقائي. الطاقه بتاعتهم مهوله لدرجه ان المكان كله كان بيتزلزل من كتر قوتهم. الاثنين بيستعدوا عشان يضربوا بعض باقصى قوتهم. يا الله ما هذه القوه. وفعلا هما الاثنين بينطلقوا باتجاه بعض وفجاه مدير منظمه الصيادين بيتدخل وبيصد الضربات بتاعتهم وبيقول لهم مفيش داعي ان انتوا تتخانقوا مع بعض دلوقتي. وبدا يتكلم مع فان دونسو وقال له انا باكد لك ان مفيش حاجه شركه النمر الابيض مخبيها عنك. سونج دهوت من المرتبه اي، انا اختبرته بنفسي من شهرين فاتوا وتلاقيته فعلا ضعيف جدا ومن المرتبه اي، فعشان كده اكيد هو مات داخل المغاره دهيت. وده اللي خلى فان دونسو يقتنع بكلامه وقام ماشي من المكان دهوت وقال لما اروح ادور بقى على التاني اللي من المرتبه دي، قصده على جينو يعني. وفي نفس الوقت دهوت كيم شول بدا يقرب للمكان اللي فيه المجموعه التانيه بتاعت سونج وتلاقي الدبب كلها ميته، وقال مستحيل المجموعه اللي فيها المستوى ايه تعمل كل ده. وكان مستغرب جدا يا اصدقائي بس اضطر يكمل في طريقه عشان الفي الجليد كانت بتلاحقه. وفعلا وصل للمجموعه بتاعت سونج وتلاقيهم قاعدين وبياكلوا متدفيين ومزاجهم عنب. يا ولاد الذين انتوا قاعدين هنا وعمالين تاكلوا ومعاكم كمان لبس تقيل ومتدفيين ولسه عايشين كمان، ازاي كده؟ ده احنا كلنا متنا. انتم يا حساله انا الفريق كله بتاعي مات بسببكم، وده عشان انتم ما اديتناش المعدات اللي كانت معاكم لبس شتوي واكل وحاجات حلوه كتير. اقسم لنا خليكم تدفعوا الثمن، احنا كلنا متنا وانتوا قاعدين هنا تستمتعوا براحتكم. وساعتها بيلاحظ البنت المستوى بيه وعرف يا ليه راحت مع الفرقه بتاعت سونج، واقسم يا اصدقائي انه هيقتلهم كلهم وطلع السيف بتاعه واستعد عشان يقتلهم. بس قبل ما يقتلهم وفي اخر لحظه سونج بيمسكه من دماغه وبيرمي بعيد جدا لدرجه ان الواد طري يا عيني، وقام قايل له انت بتلومنا احنا على موت اصدقائك، المفروض تلوم نفسك عشان انت ما عرفتش تحميهم. انتوا بتحاولوا تخبوا نفسكم ليه؟ انا حاسس بالطاقه بتاعتكم. ايوه اصدقائي هو كان بيتكلم مع الف الجليد واللي كانوا مستغربين ازاي هو لاحظهم. ومش كده وبس، ده سونج بيلاحظ ان القائد بتاعهم قوي جدا، بس في نفس الوقت سونج كان عمال يتكلم مع القائد بتاعهم عادي، يعني هما بيتكلموا لغه مش لغه البشر ومحدش كان فاهم حاجه. الوحيد اللي كان فاهم لغتهم هو سونج، لدرجه ان قائد الف الجليد قال له انا مبسوط ان انت عارف اللغه بتاعتنا، انت فعلا قوي جدا. في واحد من اتباعي لاحظ فعلا انك قوي وقدرت تمسك الاسهم بتاعه، فعشان كده هو عاوز يقتلك. بس قبل ما يخلص الكلام يا اصدقائي سونج بيطير راس الواحد دهوت. يخرب بيت قوتك يا سونج. قائد الف الجليد ذهل من القوه بتاعته. سونج بدا يشتبك معاه بس قوته مجنونه، قدر يصد ضربه سونج بكل احترافيه. ده قوي جدا مش هيخسر بسهوله. الف الجليد قال له الظاهر كده انت ما انتش انسان، في صوت بيقول لنا اللي احنا المفروض نقتل البشر، بس الصوت دهوت ما بيقول لناش اللي احنا نقتلك. سونج شك ان الصوت دهوت هو صوت النظام وقام قايل اكيد النظام بيقول لهم ما يقتلنيش لان انا اصبحت لاعب، مفيش داعي ان احنا نتقاتل، خلينا اقتل البشر اللي وراك وانا اسيبك تمشي في حالك. سونج قال له انت ايه بالظبط وانت عباره عن ايه وليه عاوز تقتل البشر؟ قائد الف الجليد كأن حصل له جليتش، رجع تاني بالزمن لورا دقيقتين وعاد نفس الكلام بتاعه، سيبنا نقتل البشر اللي وراك وانا اسيبك تعيش وتمشي في حالك. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ سونج كان مستغرب. المهم سونج قال له انا برفض العرض بتاعك. قائد الف الجليد قال له زي ما انت شايف احنا متفوقين عليكم في العدد، فازاي بقى تنتصر علينا؟ انت متاكد من كده؟ وفجاه بالله سونج بيستدعي الجيش الظلام بتاعه وتحديدا الدببه اللي امتص الارواح بتاعتهم من شويه، وفي نفس الوقت جنود الظلام بتوعه والصحراء كمان. المجموعه بتاعت سونج كانت مستغربه من الجيش اللي حواليها دهوت، ازاي سونج قدر يستدعيهم؟ قائد الف الجليد بيدي الالف الجليد الامر انهم يقاتلوا، بينطلقوا باقصى سرعتهم باتجاه الجيش بتاع سونج. الجيش بتاع سونج هو كمان بينطلق باقصى سرعته، اللي الشبكات بدات فعلا. يا الله حرب دمويه بكل المقاييس، الف الجليد قوته لا يستعان بها ابدا. وفي نفس الوقت الجيش الظلام بتاع سونج قوي جدا ولا يقهر، تقتيل وضرب نار في كل مكان. اصدقاء سونج طلعوا يجروا باقصى سرعتهم وراحوا يستخبوا في مكان هروبا من المعركه. ولما الف الجليد فكر ان يضربهم بالاسهم عشان يخلص عليهم قبل ما يهربوا، سونج بيتدخلوا في لمح البصر بيقطعهم لحتت صغيره. سونج عاد يقول لازم اخلص الامور بسرعه، اي نعم الجيش بتاعي من الظلام لما بيموت بيرجع تاني للحياه، بس ده بيسحب من الطاقه بتاعتي، وفي نفس الوقت قائد الف الجليد واضح انه اقوى مني فلازم اكون ذكي عشان اخلص عليه. قوي جدا فعلا يا اصدقائي، بينطلق في لمح البصر باتجاه سونج. سونج بيصد ضرباته بصعوبه، حتى لو قتلت بجانب اغريس هيبقى صعب ان انا انتصر عليه، محتاج حد تاني يبقى قوي عشان اقدر انتصر عليه. هي دي كانت كلمات سونج لنفسه. انا اسمي باركا، انت اسمك ايه؟ سونج استعد للهجوم وقام قال له انا اسمي سونج. بينطلقوا هما الاثنين بسرعه باركا باتجاه بعض يا اصدقائي. سونج بذكاء بيطير لفوق وبعد كده بينزل لتحت بسرعه كبيره. باركا بيثبت السلاح بتاعه بس سونج بيخفي السلاح وبيستدعيه مره تانية. سونج مهارته عاليه جدا لدرجه ان كان هيجرحه في وشه، والاثنين فضلوا يشتبكوا مع بعض، بس باركا بيضربه ضربه قويه جدا بيطيره بعيد. باركا قال له انا بقالي فتره ما استمتعتش بالقتال دوت ضد حد، بس سونج كان عامل حسابه لحاجه زي كده، بيخلي احد السحرة اللي هو استدعاهم يعمل كره كبيره من اللعب باتجاه باركا. انفجار كبير وهائل يا اصدقائي، السحرة دول قوتهم حلوه جدا. وفي نفس الوقت دوت كيم شول بيفوق بعد الضربه اللي سونج كان ضربها له، وقعد يقول هو اللي
بيحصل. هو بيتذكر كل حاجه واقسم انه يخلي سونج يدفع الثمن. وفي نفس الوقت دهوت بركه ما كانش حصل له حاجه من الانفجار اللي فات وبينطلق بسرعه البركه باتجاه سونج. وفي نفس الوقت دهوت كيم شول انطلق هو كمان بسرعه البركه باتجاه سونج. هما الاثنين رايحين باتجاه بسرعه جنونيه. بس سونج كان ذكي جدا وعنده فكره ذكيه جدا. بيستدعي إغريس وبيقول له خلص على كيم شول. انت بتعمل ايه يا سونج؟ انت هتقتل بشري تاني؟ وفي نفس الوقت بركه كان ماشي بسرعه جنونيه. إغريس بيقتل كيم شول فعلا. كيم شول مش مصدق القسوه بتاعت سونج بيموت في لمح البصر. سونج قال له قيام يا كيم شول. يا الله سونج بيستدعي كيم شول يعني قتل بشري واستدعاه عشان يدافع عنه كحارس شخصي. قوته بقت مجنونه يا اصدقائي. ضربه واحده منه بس طيرت بركه بعيد جدا. انا هسميك ايرون. هو ده الاسم الجديد بتاعك يا كيم شول. ايرون كان غضبان جدا يا اصدقائي ونفسه يقاتل ونفسه يقتل اي حد قدامه. بيصرخ على الاخر والطاقه بتاعته بتغطي المكان كله. بركه قال القتال كده بقى ممتع. بينطلق باتجاه ايرون وبدا يشتبك معاه. يا الله متعه بكل المقاييس لدرجه ان بركه كان مستمتع بالقتال دهوت. وفي نفس الوقت اصدقاء سونج مش مصدقين قوه المعركه دهيت ومايلين دي اكيد مش معركه صيادين دي معركه وحوش محترفه في القتال. وفعلا يا اصدقائي معاهم حق المكان كله كان بيتزلزل من كتر قوه المعركه. بركه قوي جدا وفي نفس الوقت الثلاثه متجمعين عليه سونج واغريس وايرون. الشبكات ملحميه في كل مكان. عناية مش قادر تتابع سرعه القتال. اغريس وسونج وايرون هما الثلاثه مش راحمين بركه خالص. بس الواد فعلا كان بيصد ضرباتهم بكل احترافيه. مش همه ان الثلاثه بيقتلوه لا كان عامل زي الوحش المفترس. بس ساعتها ايرون بيصرخ على الاخر من الغضب وده اللي خلى بركه يقول له يبقى انت اللي هتموت اول. وانطلق بسرعه البركه باتجاهه. بس ايرون بيصد الهجوم بتاعه والمكان كله بيتزلزل. وفي نفس الوقت اغريس كان رايح له بكل سرعته. بس بركه بيتفادى هجوم اغريس. بس بيبص وراه بيلاقي سونج بيطعنه. ممتاز يا سونج. سونج قال جوه نفسه بركه قدر يتفادى الطعنه بتاعتي انها تيجي في منطقه حيويه. يا لقوتك يا بركه. بيبعد عن بعض وساعتها سونج قال لبركه انت فعلا قوي جدا يا بركه. بس قول لي كده يا ترى ايه اللي حصل للجنود بتوعك؟ بركه بيبص تلاقي الجيش الظلم بتاع سونج خلص على كل الف الجليد بتاع بركه. وده اللي خلى بركه يغضب على الاخر وانطلق بسرعه جنونيه باتجاه سونج. سونج بيرمي السلاح بتاعه باتجاهه بس بركه بيتفادى الهجوم دهوت والسلاح بتاع سونج بيطير للسماء. بس سونج بحركه واحده بس من صباعه بيرجع السلاح بسرعه البركه باتجاه بركه. بركه بيتصدم من الحركه دهيت والضربه بتيجي فيه وبتخليه يفقد التوازن بتاعه. ومش كده وبس ده سلاحه اتكسر كمان. ايرون خلص عليه. ايرون بيصرخ يا اصدقائي بيروح عند بركه وبيقوم ماسكه. وفي نفس الوقت السحره بتاع سونج بيطلع كميه كبيره مجنونه ولا متناهيه من النيران باتجاه بركه. انفجار كبير وهائل بيتزلزل له المكان كله يا اصدقائي. بس إذ فجاه بالله بركه بيخلص على ايرون في لمحه بصر. كيف تجرؤون على فعل ذلك؟ بس كان واضح انه متصاب اصابات خطيره جدا. بس قبل ما يخلص الكلام بتاعه تلاقي سونج بيطعنه طعنه قويه جدا في جنبه. الموضوع انتهى يا بركه انت مت خلاص. بركه قال له ما تقولش حاجه زي كده انا بس اللي اقول ان الموضوع انتهى. بس ساعتها سونج بيستدعي ايرون مره ثانيه وضربه واحده بس باستخدام المطرقه بتاعت سونج بركه بيتفعص وبيبقى حتت صغيره على الارض. سونج قال له مش انا قلت لك ان الموضوع انتهى؟ يعني معنى كده يا اصدقائي بقوه اغريس وبقوه ايرون اللي اكتسبه جديد سونج بقى لا يقهر. وغير كده كمان الطاقه بتاعته زادت جدا. بس كان بيفكر في اللي كلنا بنفكر فيه ان يستدعي بركه ويخليه يقاتل معاه. بس لما حاول يعمل حاجه زي كده ما قدرش يستدعيه وبسبب ان سونج انهك في القتال دهوت الثلاث محاولات بقوا بالفشل وما عادش ينفع يستدعيه خلاص. المهم بسبب انهم هزموا كل الوحوش الموجوده في المكان دهوت البوابه بتتفتح والوقت يقدروا يرجعوا للعالم الطبيعي. وفعلا رئيس شركه النمر الابيض وكل الناس الموجوده في المكان تلاقي البوابه اتحولت من اللون الاحمر للون الازرق. يعني معنى كده انهم قضوا على كل الوحوش. وده اللي خلى فليك يونهو رئيس النمر الابيض يقول اكيد اللي طلع من البوابه دهوت هو كيم شول. انا عارف المقاتل بتاعي ده اقوى صياد في النمر الابيض. بس بيتفاجئ ان البنت اللي من رتبه بي والولد اللي من رتبه اي هم اللي بيطلعوا. وبالمناسبه البنت ديت اسمها بارك. فليك يونهو قال لهم انا مبسوط ان انتوا عايشين لغايه دلوقتي. بس كان مستغرب ازاي الرتبه الواطيه هي اللي عاشت في المغاره دهيت. وبعد كده اتلاقى سونج وهانسون طلعوا من المغاره والمغاره بتتقفل. يعني معنى كده ما عادش في حد عايش تاني. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كل واحد من مستوى ايه هو اللي عايش والمستويات العليا ماتت. فليك يونهو قال لهم فين كيم شول؟ اللي حصل له بالظبط؟ بارك قالت له للاسف هو مات والباقي كله مات احنا الوحيدين اللي عايشين. سونج قال لهانسون يلا يا هانسون تعال موصلك للبيت. فليك يونهو قال له استنى يا سونج وقام ماسكه من كتفه وقام قال له قول لي ازاي انت لسه عايش والباقي كله مات؟ قال له انا نقصت 2 من النمر الابيض بتاعتك المفروض تشكرني بدل ما تقعد تسالني اسئله وانا مرهق من القتال. وده اللي خلى فليك يونهو يرجع لرشده وقال له انا بشكرك جدا انا بعتذر على اللي انا عملته دلوقتي. وفعلا سونج بياخد هانسون وبيمشي من هنا باستخدام العربيه بتاعته. وساعتها فليك يونهو بدا يسال بارك على اللي حصل بالظبط جوه المغاره واللي قالت له ان سونج خلص على كل اللي في المغاره لوحده. وده اللي خلى فليك يونهو يكلم المدير التنفيذي بتاع شركه النمر الابيض ويقول له اعمل المستحيل بس تخلي سونج يجي يشتغل في النمر الابيض. سمعا وطاعا يا سيدي. وفعلا سونج بيوصل هانسون البيت وبيقول لها اشوفك بكره ان شاء الله. بس بنتفاجئ انها بدات تدلعه وتقول له اسم دلع وشكلها بدات تحبه يا اصدقائي وبتتعامل معاه بلطف. والجدير بالذكر انها صاحبه اخته في نفس الوقت. المهم
سونج راح البيت بتاعه وعمال يكلم نفسه يقول دي تالت مرة اقتل فيها بشري، هو اللي بيحصل لي بالظبط. وبعد كده تاني يوم بيجي وساعتها جينو بيروح يكلم سونج وبيقول له يلا عشان ننطلق للشغل بتاعنا. سونج قال له ما عنديش مانع، بس الاول في حد ينضم لينا. وبيروح يعدوا على هانسون اول وبياخدوه معاهم وبتركب معاهم العربيه فعلا. وساعتها جينو بيلاحظ ان هانسون وسونج واخدين على بعض جدا، ومش كده وبس دي بتدلعه كمان. وده اللي خلاه يبقى مستغرب جدا ويقول لسونج انت ما انتش عارف اللي هانسون اندر ايدج؟ قال له ايه المشكله يعني؟ الظاهر ان سونج مش بيكن لها مشاعر وهي اللي بتكن له مشاعر، وبينطلقوا باتجاه مهمتهم الجديده. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وايه الاحداث الجديده اللي بتنتظر سونج؟ وهل يا ترى يقدر ينقذ مامته ويجيب لها اكسير الحياه، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ استنونا في القسم الثاني من سولو ليفلينج الموسم الثاني. ولو انت عاوز تشوف حكايه حلوه بالظبط زي حكايه سونج، فهتلاقوا على القناه حكايه اسمها حكايه مومري، قصتها مشابهه لقصه سونج وفيها دراما احسن كمان. ولا تنسوا الصلاه على رسول الله.